السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة احنا جايين نتكلم عن عشبة نادرة جدا تم تجربتها على الطيور، وتم التأكيد من أبحاث علمية كتيرة جدا إن هي مفيدة من ناحية زيادة إنتاج البيض. مش بس زيادة إنتاج البيض، وإنما زيادة عدد البيض التراكمي، وزيادة وزن البيض، وزيادة كتلة البيض، وزيادة معامل التحويل الغذائي. طبعا ده مقارنة مع الفراخ التانية اللي ما خدتش العشبة دي. العشبة دي ايه، ونقدر نلاقيها فين، وهل هي متوفرة ولا نادرة فعلا، وسعرها هل غالي ولا لا، وهل تستحق ان احنا ندفع فيها فلوس عشان نزود انتاج البيض؟ ده موضوعنا النهارده. لكن قبل اي حاجه اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. احنا لازم نؤكد على حاجه مهمه جدا. الاعشاب النادره دي اللي بيتم استخدامها يعني من قبل الاجانب مش من قبلنا احنا، بتبقى تأثيراتها كبيرة جدا على الطيور. الأعشاب النادرة دي احنا كعرب مش بنستغلها، لأن احنا مش بنحب نجرب حاجات جديدة. احنا عندنا حاجات ثابتة. الأكلة الفلانية بتزود الإنتاج، الأكلة الفلانية بتخلي قشرة البيض أقوى، الأكلة الفلانية بتخلي الخصوبة أعلى، الأكلة الفلانية بتدفي، الأكلة الفلانية بترطب وبتعالج الأمراض التنفسية، العشبة الفلانية بتعمل مش عارف إيه. ده اللي احنا نعرفه من خلال الاكلات والاعشاب والنباتات المتوفره عندنا. لكن هل العشبه بتاعت النهارده دي فعلا نادره ومش هتلاقيها؟ لا، موجوده فعلا. العشبه موجوده عند اي عطار، اي راجل بتاع اعشاب، تمام، بس يكون له اسمه، يعني اللي هو متخصص في الاعشاب وعارف كل عشب فوائده ايه. هتروح له وهتعرف منه سعرها، هتلاقيها سعرها عادي جدا ومش غالي باي شكل من الاشكال، خصوصا انك هتاخد كمية معينة هتفضل معاك وقت طويل جدا. لان احنا لما هنعرف ازاي نستخدم العشبة دي هنكتشف ان احنا مش هنصرف حاجة، يعتبر مفيش مصاريف، مفيش اي مصاريف من اي نوع. يعني اللي هتصرفه على الطيور من العشبة دي ومن اضافة العشبة هتاخد قباله اضعاف واضعاف من الانتاج، وتأثير كبير في الانتاج، تأثير كبير في حجم البيضة، تأثير كبير في وزن البيضة، تأثير كبير في كتلة البيضة، وتأثير كبير كمان في شهية الطائر وقدرته على تحويل الأكل إلى إنتاج وامتصاص العناصر الغذائية المختلفة وجريانها في الدم بقى علشان الفايدة تعم على الطائر من كل نواحي. بس هل هي العشبة دي بتساعد بس في زيادة الإنتاج، ملهاش فوائد تانية؟ لا، ليها فوائد تانية، ليها فوائد تانية كتير. قبل ما نكمل فوائدها لازم نؤكد ان العشبة دي اسمها بالعامية المرمرية، تمام، المرمرية، انما اسمها حسب النطق السليم بتاعها مرمية، مرمية، تمام. طيب العشبة دي المرمرية او المرمية هل ليها فوائد للانسان؟ طبعا ليها فوائد للانسان، بس ده مش موضوعنا، مش موضوعنا خالص. فوائد الانسان تشبه فوائد الطائر لكن مش موضوعنا. موضوعنا دلوقتي ان احنا نتكلم عن فوائد العشبة دي للطيور. حلو. بعيدا عن فكرة زيادة إنتاج البيض وكل الفوائد اللي احنا قلناها، هي كذلك بترفع المناعة بشكل كبير جدا، بتخلي جدار المناعة أقوى، يعني بتخلي الطائر قادر على مقاومة الكثير من الأمراض التنفسية والمعوية، وكمان الأمراض اللي بتتعلق بالجلد، الأمراض اللي بتتعلق بالعظام. ليها فوائد من كافة الجوانب. حلو. طبعا بقدر معين، كل فايدة فيها ممكن تختلف عن التانية من حيث القدر والكمية، لكن المؤكد ان هي مفيدة لكل الجوانب. لكن اكتر جانب هي مفيدة فيه فايدة زيادة الانتاج، زيادة انتاج البيض وزيادة جودة الانتاج. مش بس الانتاج من حيث الكمية والحجم والعدد، لا، زيادة برضو جودة الانتاج، يبقى الانتاج جودته عالية، تمام. لو انت فاتح مشروع هتعرف تبيع كميات اكبر لان جودة الانتاج عندك عالية. لو انت بتربي في البيت هتستفيد استفادة اكبر لان جودة الانتاج عندك عالية. لو انت عايز تستفيد من الفوائد والقيم الغذائية اللي موجودة في البيض نفسه هتلاقي ان البيض برضو قيمته الغذائية زادت لان انت استخدمت عشبة المرمرية او المرمية، تمام، لان هي بتعزز صحة الطائر بشكل كبير جدا. قبل ما اقولك ازاي تستخدمها لازم اؤكد كمان على فوائدها من ناحية ايه، من ناحية تحسين
لحم الدجاج، تحسين جودة لحم الدجاج او لحم الطيور بشكل عام، او حتى لحم الحيوانات. يعني جودة اللحم بتبقى طعمها احلى، وبتبقى خالية اكتر من الكوليسترول او الدهون، فما تضركش. تمام، تاخد فايدة كبيرة. نسبة الدهون فيها تبقى نسبة صحية مش نسبة زيادة عن اللزوم. يعني برضو من فوائد المرمية ان هي بتحرق الدهون، ان هي بتخسس نسبيا. هي مش مخصصة لده، وتأثيرها مش كبير على موضوع حرق الدهون، لكن برضو لها فوائد واضحة في مجال التخسيس وحرق الدهون. حلو. والناس كتيرة جدا برضو بني ادمين بقى بيستغلوها لزيادة الخصوبة، وهي فعلا بتزود الخصوبة بتاعة الطيور كمان. الطيور كمان بتتأثر باستخدام المرمرية أو المرمية، وخصوبتها بتعلو وبتزيد يوم بعد يوم. بتحس بالفرق ده في الطيور بتاعتك عن طريق نسبة البيض المخصب. نسبة البيض المخصب بتبقى أعلى بكتير جدا لو أنت فاتح مشروع لبيع البيض المخصب، أو لو أنت بترقد البيض اللي عندك وبتعمل عمليات ترقيد وتفريخ. هتلاحظ انه نسبة البيض المخصب اعلى بكتير جدا طول ما انت بتستخدم عشبة المرمية. طيب، عشبة المرمية دي هتجيبها مطحونة ناعمة. تمام، لو لقيتها مطحونة ناعمة جاهزة خلاص كان بها. لقيتها عبارة عن يعني اوراق جافة كده، هتجيبها وتطحنها انت طحن ناعم. تمام، تطحنها بنفسك وتخليها مطحونة ناعم. بعد كده هتجيب العشبة المطحونة ناعم دي وتحط كمية صغيرة. يعني هتجيب مثلا ايه 5 جرام، 5 جرام من المرمية. شفت؟ مش هتكلفك اي حاجة. يعني انت 5 جرام دي، يعني لو جبت 8 كيلو مثلا صغير، سعره صغير وسعره قليل، ال5 جرام بس دي اللي هتاخدها هتقدمها مرة في الاسبوع. مرة في الأسبوع. طب هتستخدمها ازاي؟ هتحط ال5 جرام دول في شوية مية، وتقلب تقليب جيد. تقلب تقليب جيد. تمام، وتسيبها منقوعة في المية لمدة 3 ساعات في التلاجة، وتكون مغطيها كويس. بعد كده تاخد الخلاصة بتاعة العشبة بعد النقعة. تمام، وتحط الكوباية الصغيرة دي في السقاية لتر واحد. تمام، سقاية لتر واحد. كده انت عملت ايه؟ كده انت خدت خلاصة المرمية وحطيتها في السقاية. بس خد بالك، لازم تقدمها بعد تعطيش. لازم تقدمها بعد تعطيش علشان تضمن ان الطيور كلها شربت من الدواء، او ان الطيور اللي عندك اخدت من الدواء وكمية كبيرة وصلت لهم، ففايدة كبيرة وصلت لهم، فالتأثير هيكون واضح عندك. هتستخدمها مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع، وعلى شهر بالكتير هتلاحظ الفرق الرهيب في زيادة الإنتاج. ودي تجارب أجنبية مش تجارب عربية. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.